إلى جانب رئيس الاتحاد اللبناني للفنون المختلطة ال MMA الأستاذ محمد داغر يلي موجود ببيروت سبورتس فيستيفال للمشاركة دعما وتنظيما. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. فيكي أهلا ستانيا، أهلا فيكي. أستاذ محمد، اليوم أنتم موجودين هون ببيروت سبورتس فيستيفال كداعمين لهيدا المشروع يلي بيشمل كل الرياضات مثل ما شفنا، وكمان لحتى تنافسوا يعني سواء استعراضا أو حتى لعبا. خبرني أكثر عن أهمية هيدا الفestival اللي عم بيصير، وخبرنا أكثر عن البطولات اللي ممكن ال MMA تكون عم بتحضر لها بالمرحلة المقبلة. تمام، ممتاز. أول شيء بشكرك على التعرفة الدقيقة مثل ما بيقولوا المصغرة. نحن صحيح اليوم بأكبر حفل رياضي بلبنان، وحسب ما عرفنا كمان على صعيد المنطقة حاليا هذا الأضخم والأكبر. كنا داعمين له لعدة أسباب. أول شيء من خلال وجودنا، اثنين من خلال دعمنا وفعاليتنا مع المنظمين كأحد الأربع اتحادات اللي تعاونوا معهم، اتحاد الام ام اي، اتحاد الباسكت، وبعد كمان اتحادات زميلة فرجونا شوز من ضمنهم التايكواندو، من ضمنهم الفنسينج، وانتم اليوم موجودين وعم بتشوفوا في 22 نشاط كمان راح يكونوا موجودين فيه. أهميته إلها بصراحة إلها ثلاث أوجه. أولاً عم نحتفل نحن بالرياضة بمساحة هي مساقبة 10,000 متر مربع، وفي 452 هاو 10,452، وعم نحتفل فيهم بعيد تحرير 10,452. وإن الله راد هيدا رح يكون أكثر واحد عزيز علينا. وين ما راحت وين ما كفينا بضل هيدا المطرح، هيدا البلد، وهي الرمزية اللي له عنا. بدنا نضل عم نكافح، عم نجرب نشتغل، نجرب نتقدم، نعمل اللي علينا وزيادة. وقد ما يعمل واحد بيضل بيشعر بنفسه انه مقصر. هلا نحن ان الله راد فايتين على الحدث رقم 11 بخلال سنتين. نحن هيدا اللي رايدينه، وبمطرح انه طارح كنا بنحب بعد لو هن اكثر، لانه الاحتفال مثل ما نشوف الاحتفال بالرياضيين والرياضة بشكل عام وبالرياضة القتالية، بالرياضة القتالية مثل ما بتعرفي كالرياضات الفردية إلى رونق خاص أيضا. بقى ان شاء الله مثل ما بيقولوا نكون على قد تطلعات شبابنا وطلابنا، وان شاء الله الخير لقدام. ما دام هن بهالهمة نحن بهالهمة. بلقاء سابق كنت سبق وقلت لي انه النخبه عم بتشارك اليوم بهيدا الحدث، وانتم يعني نقيتوهم مثل ما بيقولوا على الطبليه يلي بده يشارك. خبرني شوي عن مواصفات هالنخبه اليوم، ومين عم بشجعهم اليوم؟ ولا شيء، اليوم النخب هن بيكونوا من كل يعني مثل ما بيقولوا من كل المناطق ومن كل الاطياف. انت ما بتجي بتقيم مثلا واحد على اساس اسمه او على بتطلع على نتائجه، على شغله، على فعاليته. عندك كومبينيشن مساقبه، وعندك تشكيله رائعه بصراحه من كل المناطق. وهذا الشيء كثير كثير يعني لوكينج فورورد له. وان شاء الله لكن برجع بقول لك ما حقول لك زياده عن النزالات اللي قادمه. بنفضل انه نتفرجهم سوا. ما بحب انا لا اعلي الاكسبكتيشن ولا وطيها، بس من اللي شايفه من اللي صرت بعرفه من شبابنا واولادنا رائعين صراحه. هذا اللي بقول لك اياه. يعني بكل الأحوال نحن رح نستمتع باللعبة أكثر ما يمكن عم نفكر بالفوز ومين رح يربح ومين، لأنه كلهم اسم الله عليهم شباب متألقين ونخبة. بدي أعرف منك أستاذ محمد شو المرحلة المقبلة؟ نحن أمام ماذا؟ شو التحضيرات بالنسبة للبطولات المسابقات وهيك؟ هلا ولا شيء، نحن جايين على صيفية حارة بحرارتها وبحرارة البطولات والنزالات اللي محضرين لها. وإن الله راد نحن في عنا هلا مشوار على مدينة سور، ورح نشوف رح نكون عم نشوف قلعة سور، انما يمكن هالمرة نشوفها بنظرة مختلفة. وببيروت كذلك الأمر. بجبال الله راد في شيء عم نفتكر فيه. ليك شكلها صيفية طويلة، ما حنقدر نروح نزل على البحر، حنقضيها بالاوكتاجون إذا الله راد. والمعروف عنك أستاذ محمد إنه بتحب كتير المفاجآت، يعني سبق وقلت لي ما رح أقول لك قد إيه رح يكونوا عدد اللاعبين اللي مشاركين اليوم. بتحب دايما عنصر المفاجأة، ونحن هالشي بنحبه فيك. نحن رح نتابع نواكب إعلاميا إن الله راد، وكلمة منك لكل متابعي قناة الMAS. ولا شيء، الله
الله يحميكم ويخليكم بهالهمة هاي، عم تركضوا لتشوفوا كل النشاطات الفعلية والقوية وتضووا عليها بزيادة. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بتضل عامرة بالروح الرياضية وبالروح القتالية بلبنان. كلك ذوق. كل التوفيق لك، شكرا كثير. ثانك يو كلك ذوق.